كشف الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سكاي سبورتس الإيطالية دي مارزيو عن تواصل إدارة ميلان مع الفاف لسمح لها بالاحتفاظ بالدوري الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى غاية 3 من شهر جانفي 2024. وقال دي مارزيو اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر إكس أن المفاوضات جارية بين النادي الإيطالي والمسؤولين عن الاتحاد الجزائري لسماح لنجم خط الوسط للبقاء قصد لعب المباراة الهامة بين الروسونيري ونادي كالياري في مباراة كأس إيطاليا. كما تطرق الصحفي إلى أن إدارة النادي الإيطالي تسعى للظفر بخدمات بن ناصر، إلى جانب شوكويزي هو الآخر الذي ينتظره موعد دولي أيضا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.